السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإسماعيلي بيعمل مفاجأة النهاردة من 5 سنين، من بعد 12 مباراة هزيمة من نادي الزمالك. النهاردة بيقدر يتفوق على نادي الزمالك النهاردة في أرضه وسط جمهوره وسط ملعبه في الإسماعيلية 2-1. شفنا النهاردة ضغط من نادي الاسماعيلي، شفنا الكابتن حمزه الجمل النهارده مفهم لعيبته النهارده، شفنا اللعيبه كلها، شفنا الهجوم كان عامل ازاي، شفنا دفاعات نادي الزمالك، شفنا النهارده مدرب اسوري النهارده الراجل دوت عمل تشكيل انا ما اعرفش، كل يوم ينزل له تشكيل انا فكره مش فاهم ايه الفكر في المدرب ان هو النهارده ملاعب النهارده زيزو في غير مركزه. انت النهارده عندك الاثنين افارقه نفس الشيء، انا ما اعرفش انت خليت نادي الزمالك النهارده نادي مش ماسك نفسه، يعني الفريق مش ماسك نفسه. ما انت عمال كل شويه عمال تغير شمال ويمين شمال ويمين، غيرت الدنيا كلها. انت غيرت فريق نادي الزمالك، انت المفروض كنت تلعب وتبني على فريق نادي الزمالك اللي احنا عارفينه، والمفروض ان نادي الزمالك ده فريق كبير. الفريق مفيش حد يتكلم معاه من الجهاز الفني يا جماعه. والله انا راجل اهلاوي، لكن اللي انا شفته النهارده من نادي الاسماعيلي على الزمالك، لا، النادي الاسماعيلي النهارده نرفع له القبعه. كابتن حمزه الجمل النهارده عمل ماتش النهارده كويس جدا، قدر يتخطى نادي الزمالك. شفنا يعني انا مش فاهم انت سايب اللعيبه ازاي، وبنتمنى الشفاء للونش. الراجل لسه راجع من اصابه، يا عيني ربنا يشفيه ويبعد الاصابه عن جميع لاعبتنا في جميع الانديه، وربنا يشفيه ويعافيه ويبعد عنه الاصابات. احنا عارفين الاصابات دي يعني لعنه من لعنات الملاعب اللي احنا بنشوفها داخل الكره المصريه. طيب بالنسبه لنادي الزمالك، طيب ايه رايك يا كابتن خالد دلوقتي يا عمرو درديري يا اللي طردوك امبارح من قناه نادي الزمالك؟ ايه رايك في الزمالك النهارده؟ الزمالك النهارده احنا شايفينه النهارده رايح، شفنا الزمالك رايح. يا خالد يا غندور، انت طالع عمال تكتب بوست امبارح كاتب يا جماعه الخير احنا بنروح الاسماعيليه، بيراميدز بيروح اسماعيليه، بالرغم ان بيراميدز من حوالي 4-5 ايام كسبان الاسماعيلي 3 في ارضه، كسبان الاسماعيلي في ارضه 3. طب وبعدين؟ ولحد امتى هتفضل المهزله والمسخره في نادي الزمالك كده؟ انا بشفق والله بصراحه، انا بشفق على نادي الزمالك. نادي الزمالك فريق كبير، نادي الزمالك ما ينفعش يحصل فيه، هو ده موسم للنسيان، ده موسم للنسيان. ربنا يولي من يصلح للاداره. احنا شايفين الاداره عامله ازاي، شايفين الاداره كل اللي حواليها، كل البطولة اللي حواليها كله بيعرض ليه، كل واحد همه المصلحه الشخصيه، كل واحد همه الفلوس، كل واحد همه المناصب، كل واحد همه بس انه يكون ترند، كل واحد يطلع بس اشتم في خطيب، اشتم في لعيبه، اشتم في جهاز فني في الاهلي، اشتم في اي حد علشان تبقى انت محبوب. اهو مرتضى منصور مشي وساب النادي وسابها لكم خربانه، سابها لكم خربانه. النهارده احنا بنتمنى ان شاء الله نادي الزمالك يعدي الكبه بتاعته، نادي الزمالك يعدي الفتره العصيبه اللي احنا شايفينها في الكره المصريه. احنا ما نتمناش ان نادي الزمالك يكون كده، ولا تسال اي حد اهلاوي ولا محترم عاشق لكره القدم وعاشق للرياضه المصريه يتمنى ان نادي الزمالك نشوفه بالمهزله اللي احنا شفناها دي. احنا شفنا النهارده فريق بلا روح، فريق بلا عزيمه. المدرب جاي عايز يحط خطط في دماغه مش ماشيه مع اللعيبه، ومفهم الدنيا ومفهم اللي حواليه ان هو يعني بيصنع من الفسيخ شربات. انت ما عملتش حاجه في نادي الزمالك، انت وكست نادي الزمالك. كفايه ماتش بروكسي في الكاس، انت دمرت نادي الزمالك. لولا التحكيم الفاجر انت كنت خرجت بفضيحه من الدور 32 زي ما خرجت قبل كده من بني عبيد. الزمالك من لأسوأ. هنطلع بقى ونشوف النهارده النواح والصياح والعويل على قناه نادي الزمالك يطلعوا علينا بقى يقول لك الحكم وضربة جزاء ومعرفش ايه والاصابات ايه وضربة جزاء ايه. الملعب قدامك 90 دقيقه، الاسماعيلي قدروا انه يكسب وقدر انه يعمل عليك سكور. النهارده الحمد لله ما شفناش اي يعني كور بالنسبه لنادي الاسماعيلي تذكر الا الهدفين، وكان في بعض الكور اللي هي كان ممكن يكون فيها اهداف، بس قدر يحافظ وقدر يمسك نفسه. الزمالك عمل ايه؟ شيكابالا عمل ايه؟
انت رحت رميت زيزو في جنب مش بتاعه، خط النص الديفندرات زي الزفت، والدفاع نفس الشيء، وحاتم سكر لسه صغير. انت عملت ايه في الزمالك؟ ايه اللي انت عملته في الزمالك؟ ربنا يكرم نادي الزمالك الفتره اللي جايه ان شاء الله، ويعدي من الكبوه اللي هو فيها، ونرجع بقى للنادي الاهلي، لان احنا كده طولنا. النادي الاهلي يا جماعه الحمد لله من بعد ما ربنا كرمنا امبارح في مباراه الترجي امبارح في رادس، كسبنا 3-0. النهارده بيوصل الى مصر. شفنا النهارده الفريق النهارده في المطار، شفنا التريقه من السوشيال ميديا، ده جايبين موز معاهم يا عم يجيبوا، يا عم يجيبوا، يا رب يجيبوا فول بزلومه. انت مالك انت مالك؟ يجيبوا بص، يجيبوا نزانيس، يجيبوا قرود معاهم. انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه. خليك في الخيبه اللي انت فيها، خليك في النادي، ركز في النادي بتاعك، اشتغلوا على نفسكم، اقفلوا على نفسكم واشتغلوا وعدوا الفتره دي. احنا النهارده نقدر نقول ان الاهلي ان شاء الله بنسبه 100% في النهائي الافريقي باذن الله. هنستنى النهارده مباراه الوداد وصن داونز. والله انا شايف ان الفرقتين زي بعض، والفرقتين لينا عندهم طار. الوداد خرجنا مرتين 2017 والسنه اللي فاتت. صن داونز عمل علينا 5، يعني عشان ايه؟ ندي الحق لاصحابه. صن داونز السنه دي يا جماعه، صن داونز عمل دوري الابطال في اعلى ما يكون، في اعلى ما يكون. في بعض الهفوات امبارح كانت موجوده في الاهلي، شويه دفوهات صغيره، بس ان شاء الله بتتحسن وبتتوضح باذن الله. مش هنسمح باللي حصل من صن داونز تاني يحصل في النادي الاهلي، ايا كان الوداد او صن داونز. الاهلي قده، والاهلي قادر ان شاء الله انه يعدي الخطوه دي، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ال11 تكون للنادي الاهلي باذن الله تعالى. احنا شفنا في ال7 سنين اللي فاتوا، شفنا اخر 5 نهائيات الاهلي متواجد فيها. مين في افريقيا وفي الوطن العربي عمل اللي عمله النادي الاهلي؟ تطلع تقول لي ده انت كنت ما اعرفش ايه السنه اللي فاتت، والسنه دي كنت مستني ركله جزاء اطهر الطاهر وهو اللي دخلك. ربنا اللي عايز كده، ربنا اللي عايز كده. ولا احنا كنا متفقين مع اطهر الطاهر بقى، وكنا متفقين مع جون بتاع صن داونز ان هو يصد الكوره؟ ايه يا جماعه؟ قالوا كده واهدوا شويه، واهدوا وركزوا في فريقكم، وسيبوكم من التعصب الاعمى اللي احنا عايشين فيه بقالنا كام سنه، لحد لما خلاص استوينا. عاد على الكره المصريه بايه؟ ما استفدناش اي شيء من كتر التعصب اللي احنا فيه. منتخبات كلها زيرو، والاتحاد كله فاشل. فاحنا نهدى ونبعد عن التعصب، ونبص لفرقنا ونشجع فرقنا. احنا شفنا امبارح مدرب الترجي التونسي المحترم نبيل معلول، طبعا الراجل قدم استقالته. مستويات السنه دي زي الزفت، الترجي مش في احسن حالاته، والترجي السنه دي عنده اصابات كتير وجمهور، يعني في حوارات كتير قوي في الترجي. فكان المفروض ان شاء الله يعني باذن الله تعالى احنا هنقف جنب النادي الاهلي. فاحنا برضه بنبارك ونهني للجمهور، وبرضه في نفس الوقت بنشكر المحترم نبيل معلول على كلامه على النادي الاهلي المحترم الخلوق، الناس اللي بتتكلم بما يرضي الله، مش الاعلاميين بتوعنا اللي هم شبه اعلاميين. احنا شايفين دول شبه اعلاميين، والله شبه اعلاميين، عمالين بس بيلحسوا الجزم بس ويهزوا في دماغهم. عشان ايه؟ عشان خاطر الماده وخاطر الفلوس وخلاص على كده. لكن نحترم بعضنا، نحترم النادي الاهلي. شفنا العالم العربي كله، شفنا الدنيا كلها بتتكلم زي على النادي الاهلي، واحنا داخل مصر ما بنحترمش النادي الاهلي. فانا بتمنى خير للجميع، بتمنى خير لنادي الزمالك، وبتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه باذن الله الاستاد يكون مليان. بندعم الفريق واقفين معاه، وهنستنى ان شاء الله مباراه صن داونز ومباراه الوداد النهارده ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا هيكرمنا فيها باذن الله، ايا كان وداد صن داونز ان شاء الله الاهلي قادر باذن الله تعالى ان شاء الله انه يتخطى اي فريق من الاثنين دول. فبتمنى خير للجميع، وشكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.